كفتة داوود باشا من أجمل الطرق اللي عملتها بجد. كفتة مختلفة عن أي كفتة عملتيها، طعمها مميز وحلو قوي. معاكي قناة سوزي كيتشن، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا قدمتها مع رز أصفر، تقدري تقدميها مع رز بشعرية بتبقى روعة، مكرونة، رز أبيض، براحتك. يلا نشوف الكفتة عملتها ازاي. طبعا انا مجهزه الكفته لازم اول حاجه نعملها، وهقول لك طريقتها دلوقتي بالتفصيل، والطريقه موجوده كلها في القناه، وهسيب لك الطريقه في صندوق الوصف. الكفته مقدارها كيلو الا ربع لحمه حمراء على ربع دهن، وبصلايه كبيره مبشوره، رغيف فينو ربع كوبايه لبن. بضرب البصل والرغيف الفينو وبصفيهم كويس قوي، واخد الميه بتاعتهم. خلاص، دي اللي هصبع بيها الكفته. التوابل اللي انا عايزاها ملح وفلفل اسود، وبحط معلقه بيكنج باودر، وما انساهاش ابدا، بتخليها جوسي وطريه قوي. وكفته داوود باشا بقى اللي يميزها ان فيها في التوابل بتاعتها قرفه، لازم احط لها نص معلقه قرفه. تمام كده. طبعا انا بعملها واحطها في الفريزر، والطريقه عندك في القناه كامله، هحطها لك في صندوق الوصف. طبعا ما عندك ميه البصل تقدري تصبعي او تكوري الكفته بيها، ما عندكيش بتحطي شويه زيت كده عشان الشكل يبقى انسيابي من بره وشكلها حلو قوي. خلاص كده، ده الحجم اللي انا عايزاه، تقدري تعمليها حجم اصغر مفيش مشكله. خلصت بقى كده الكميه كلها، اخدها واوديها التلاجة ربع ساعه عشان تتشمع وتمسك في بعض اكتر. اكون مجهزه طاسه فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه، ومش كتير عشان الكفته نفسها هتنزل الماده الدهنيه اللي فيها. اول ما تسيح السمنه مع الزيت، انزل بقى بالكفته، اشوح الكفته تاخد لون، بس انا عايزاها تاخد لون، تتحمر يعني تاخد لون. بالراحه كده، حط كميه كميه. اول ما تاخد لون بقلبها على طول، هي ما بتاخدش ثواني وبتاخد لون، مادام الزيت سخن بتاخد لون على طول. بقلبها بالراحه عشان ما تفكش مني، وزي ما انت شايفاها كده مقدارها مظبوط قوي، فمش هتفك منك. هحط لك اللينك في صندوق الوصف بتاع الكفته بالتفصيل. تقدري تعمليها بقى نفس الكفتة دي، تقدري تعمليها مشوية بس من غير قرفة. خلاص كده، انا بطلع اول كمية عملتها وانزل الباقي، احمر الباقي برضو. بصي شكل الكفتة حلو قوي، وبصي ما فكتش مني ازاي، مقدارها مظبوط قوي وما بتفكش خالص. المادة الدهنية اللي بحطها في الكفتة لازم، عشان هي اللي بتخلي الكفتة تتماسك، وفي نفس الوقت بتديها طعم حلو قوي. برضو هقلبها بطريقة بسيطة عشان ما تتهريش، واحدة واحدة كده، ومجرد ما تاخد لون هطلعها على طول. طبعا الكفتة دي تقدري تقدميها مع مكرونة، مع رز بشعرية، مع رز أصفر، مع رز أبيض، براحتك خالص. كفتة طعمها مميز وحلوة قوي قوي قوي، بجد هتعجبك. ودي من أنجح الطرق، يعني ليها كذا طريقة، دي من أجمل وأنجح الطرق ليها. خلاص كده، أنا عايزة بقى ال ال الزيت بتاعي ده اللي أنا عايزاه. شايفة الكفتة شكلها حلو إزاي؟ حلوة قوي متماسكة. الزيت بتاعي ده أنا عايزاه أنزل فيه معلقة توم كبيرة، وأول ما التوم خلاص ريحته تبان، أروح نازلة بمعلقة صلصة طماطم، وأقلبها كويس، وبعدين أنزل بكوباية عصير طماطم وأقلب. خلاص كده بقى محتاجة التوابل بتاعتي، أحط فلفل أسود، وأحط 7 بهارات. والقرفة بقى دي مهمة جدا في الكفتة وفي الصلصة، ودي اللي بتميز كفتة داوود باشا. حط 7 بهارات، وحط بابريكا وملح، وانا حطيت شوية شطة، اللي حابب يحط واللي مش عايز براحته، اختياري. وكوباية مية سخنة. هسيب الخليط كله يتجانس مع بعضه كده ويغلي. احط معلقة سكر، معلقة السكر بتظبط الطعم قوي. انزل بقى بالكفتة بتاعتي
بس كده الكفتة مش هقلبها كتير، مجرد انها تغلي عشان تستوي من جوه وتشرب من الصلصة دي. 10 دقايق بالظبط كده الكفتة جاهزة. 10 دقايق اسيبها تغلي فيها، واوطي النار واغطيها، خلاص كده هاخدها اقدمها بقى. ادي الكفتة جاهزة وطعمها رائع، والصلصة بتاعتها حلوة قوي، ريحة القرفة باينة فيها وطعمها حلو فعلا. كفتة مميزة وطعمها جميل، ومن انجح الطرق اللي هتعمليها. بصي من جوه شكلها حلو ازاي ومتماسكة. يلا قومي اعمليها، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا.